كل اللي انتقدوا كابتن حسام والفرقه من 3 ايام كلهم كانوا بيقولوا ايه ده؟ ايه التكتيك ده؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ ايه ده احنا بنكسب كوت ديفوار وفعلا احنا كذا واحنا كذا واحنا كذا واحنا ان شاء الله في النهائي، وكله واقف. في ثانيه بقى فريق مهلهل، فريق وحش، وازاي الدفاع دوت والخطه وحشه قوي وحسام يمشي في ثانيه اتقلبت الايه في 3 ايام. ليه؟ لانها كوره مدوره زي ما انت قلت. ما تفرحش قوي قوي في المكسب، ما تزعلش قوي قوي في الخساره. مره هتكسب مره هتخسر. ما شفنا اي حد ادهم او كابتن اكرامي او مهيب كسب على طول؟ شفنا حد خسر على طول؟ كوره دايره مكسب وخساره. فاحنا عايزين الاول، طبعا في سلبيات، علشان نطلع من السلبيات دي لازم نحلها او نقولها بالراحه، عشان الهدوء دايما بيحل، مش العصبيه اللي بتحل. يعني انت دلوقتي لو رحت يا كابتن اكرامي لمروان عطيه دلوقتي يقول لك لا يا ريتني ما كنت عملت كده بعد ما هدي. دايما الواحد وهو عصبي تلاقيه بيعمل حاجات كتيره جدا. ماشي، دي اول حاجه. هو الموضوع بقى نقفل الشباك ولا نفتحه؟ مسألة عجيب جدا. نقفل الشباك ولا نفتحه؟ نخلي حسام ولا نمشيه؟ الفريق ده كويس ولا وحش؟ احنا بنكسب بالحظ ولا بالتكتيك؟ احنا مش عارفين نقفل بالبركه. ما احنا مش عارفين نقفل مش قالوا بالبركه؟ مع الشيخ حازم قال لي المعلق تقريبا قال بالبركه. ما بقول لك احنا مش عارفين نفتح الشباك ولا نقفله. مره بتكتيك ومره ما عندكش تكتيك. مره فرقه جامده جدا وممتازه واحسن فريق في البطوله كلها اللي بتلعب بنظام معين وبتعرف تكسب ازاي، ومره ما فيش فرقه خالص. وان ازاي تعملوا كده وانتوا فرقه اصلا لازم نصكم يعتزل 3/4 يمشي. موضوع عندنا ما فيهوش مهنيه، ما فيهوش فنيات. تمام. في اللي بيحب، اخر حاجه، في اللي بيحب وبيكره. انا تمام. بكرهك هتكلم عليك وحش اقول فريق ما فيش، بحبك اقول لا 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 لا. طيب احنا عملنا اللي احنا عايزينه.